بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي وشفيعي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض ألذ كيكة شوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة جدا، مكونات موجودة في كل بيت. الخطوات مش هتاخد مننا وقت لأننا هنعملها في الخلاط في 10 دقايق بس. فرحي ولادك في برد الشتا ده بصينية كيكة كده تدفيهم وبطعم لا يقاوم. معانا كوباية إلا ربع لبن، كوباية سكر، كوباية إلا ربع زيت، 3 كوبايات دقيق بنفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها السكر، وأربع بيضات يكون حجمهم كبير كده. هنحط اول حاجة البيض في الخلاط، ولو حاطه بيض بلدي طبعا هتزودي الكمية. هنحط عليهم الفانيليا وبعد كده هنخفقهم كويس جدا، وبعد كده هنبتدي نضيف الزيت تدريجيا كله في الخلاط، ودي بتكاد تكون اسهل كيكة ممكن تجربيها. هننزل بعد كده بالسكر الاول يدوب مع البيض، وهنخفقهم كويس جدا لغاية ما الخليط بتاعنا كده يتحول لونه للون الفاتح. بعد كده هنبتدي ننزل بالزيت تدريجيا، بس كده. وبعد كده ننزل باللبن. اللبن كان ما شاء الله عليه قشطة، فادى طعم حلو قوي للكيكة بتاعتنا. هنبتدي نضربهم شوية صغيرين مش كتير قوي، وبعد كده هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه اسهل طريقة. وبعدين انا بحط البيكنج باودر مع المواد السائلة علشان اضمن ان هي ايه اتخفقت كويس. حطيت كيس البيكنج باودر، وبعد كده هبتدي بقى ايه اجيب المكونات اللي هتخلي الكيكة بتاعتنا بالشوكولاتة. جبت كيس كاكاو دريم، وده احلى نوع كاكاو ممكن تجربيه، وده كاكاو فرنساوي. حطيت برضو معلقة منه كده، والله مش عارفة اسباني ولا المهم ان هو كاكاو نوع نضيف يعني. حطيت منه معلقة بس علشان ايه لون الكيكة يبقى لون حلو كده ومتناسق. قلبنا المكونات الجافة مع بعض وحطينا رشة ملح، ابتديت اقلبهم كده كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنجيب بقى بولة كبيرة. اول حاجة هننزل بالمكونات السائلة الاول. في ناس بتحط الاول الدقيق وبعديه فوقيه المكونات السائلة، لا هو ده الصح، ان انت تحطي المكونات السائلة وبعد كده تنخلي المكونات الجافة فوقيها. وبالذات اي كيكة شوكولاتة او اي كاكاو لازم تنخليه علشان بيبقى فيه تكتلات كده ما يتلاقيهاش في الكيكة وانت بتاكليها. زي ما انت شفتوا كده حاجات بسيطة جدا، ولما بتفركيها عادي دي كاكاو يعني، بس هو بيبقى متكتل شوية. ابتديت انخل باقي الكمية. طبعا بننزل الكمية على كذا مرة، مرتين تلاتة حسب بقى ايه ما الدنيا تتيسر لك يعني. هنبتدي نقلبهم كويس جدا كده بالمضرب بتاعنا لغاية ما القوام يوصل للشكل ده. هنجيب بقى صينية تكون مدهونة، ويفضل طبعا انها تدهن سمنة علشان الزيت بيدي طعم مش حلو لما يعني بيستوي. فاهميني؟ الزيت جوه الكيكة تمام مفيش مشكلة، لكن لما بندهن الصينية لازم ندهنها سمنة بلدي. ابتديت بقى ننزل بالخليط بتاعنا في الصينية، هنحطها في الفرن في الدرج الأوسط على درجة حرارة 180. وحاولي ما تفتحيش عليها الفرن خالص الا بعد مرور تلت ساعة او ربع ساعة على حسب الفرن بتاعك. لو حامي ما تطوليش عليها، هو 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وهتختبريها بخلة. هنا جبت شوكولاتة وعليها 4 5 معالق كده نوتيلا، ميكس تيلا طبعا لان انا مقطعه النوتيلا، وحطيتهم على حمام بخار يعني اللبانه دي فيها ميه بتغلي، وحطيت الطبق الالمونيا ده فوقيها بحيث ان هي تسيح على النار البخار على سخونية البخار بتاع المية. ساحت بالشكل ده، طعمها خرافي لانها عبارة عن مكعبات شوكولاتة ومعاها نوتيلا. بس انا يعني ما جاش في دماغي اصور لكم يعني اللقطة ان انا، بس قلت اما اقول لكم المعلومة. هنا الكيكة طلعت بسم الله ما شاء الله. اختبرناها طبعا بخلة سنان قبل ما نفتح الفرن فتحة كبيرة يعني نفتحه على الاخر. نختبر الكيكة بتاعتنا كده من بعيد لبعيد كده بالخلة من النص مش من الطرف، تمام، لان من النص اكتر مكان في الكيكة بياخد وقت للسوا. هنبتدي بقى نقطع الكيكة مع بعض ونشوف هنزينها ازاي. طبعا مش كله البيت عندي بيحب الكيكة بالشوكولاتة، علشان كده انا ما حطيتش الصوص عليها كلها. بقيت ابتديت اقطعها
وحسب الطلب وحسب الرغبة. انتوا عارفين الولاد هم اللي من عشاق الايه الشوكولاتات، لكن احنا كبار يعني زهقنا من الشوكولاتات. ابتدي اقطعها بقى كده عادي باي شكل، يعني مش ضروري شكل معين، بس انا من النوع اللي بحب اقطع بالطلب، يعني ما في على قد ما هناكل، فاهميني، بحيث ان الجزء اللي بيتقطع ما بيبقاش فريش زي ما انتي لسه مقطعاه. عايزه اقول لكم كانت من جوه يعني هشه جدا، وانتوا هتشوفوها كمان وانا بطلعها دلوقتي، هشة جدا ومرتفعة ما شاء الله على حجم الصينية. الصينية كبيرة، يعني الصينية لو أصغر كانت هتبقى مرتفعة أكتر. بصوا ما شاء الله، و... ولونها حلو قوي، مفيهاش فراغات جامدة من جوه، لا لذيذة 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 مش طبيعية يعني. بصوا جميلة. ابتدينا بقى هنحط عليها صوص الشوكولاتة، بصوا الجمال. وعايزة اقول لكم اكتر حاجة بتفرح الولاد هي كيكة الشوكولاتة عن الكيكة العادية يعني. نستسهل نقول نعمل كيكة عادية؟ لا، فرحيهم. ده هو كيس كاكاو دريم ب20 جنيه، والكاكاو الاسباني ده مش غالي برضه، يعني اللي هتجيبي ب20 جنيه تاخدي منه معلقة ولا حاجة وخلاص. وبصوا بقى الجمال والطعامة، كأنك عاملة جاتوه، حرفيا كأنه جاتوه والله، والطعم كمان تحفة، ولا بقى كيك سبونج ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم انا عايزة ادوق باي طريقة. اهي، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. منتظرة آرائكم في الكومنتات، ويا ريت أكون بقدم وصفة تعجبكم. إن شاء الله انتظروني في فيديوهات كتير، وعايزة تفاعل منكم في الكومنتات عشان مش عاجبني خالص التفاعل مش عاجبني، مع ان يعني الحمد لله بنقدم وصفات حلوة، وصفات اقتصادية. آه جربوها ان شاء الله تعجبكم. بصوا ما شاء الله الكيكة عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة، جميلة جدا يعني. بس ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون نال اعجابكم، واشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. بس قبل ما اسيبكم متنسوش، لو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، اول مرة ظهرلك على اليوتيوب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة، وتدعميني بلايك للفيديو يساعد ان هو يترفع. والاهم من ده كله تشاركيني برأيك في الكومنتات، وان شاء الله يكون فيديو خفيف كده وسهل وسريع، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتنول اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.